السلام عليكم خوتي وخواتاتي. عرفت راسي غبرت عليكم بزاف، ولكن انا رجعت لكم بعد هاد الغيبه الطويله لظروف قاهره لا يعلمها الا الله. وبغيت نشكر بزاف للناس اللي رغم الغياب بقاو كيسولوا فيا وكيتسناو العوده ديالي. انا جيت وجبت لكم اليوم واحد مولاتي قصه واقعيه 100% ديال واحد الاخ اللي فاش سمعتها انا شخصيا صدمتني، اللي حتى ما تبغيها لولدها، اللي حتى حد ما يبغيها لراسو. قصه اللي غتخليكم ما تعودوش تثقوا في شي حد ولا تعطيو نيتكم لشي حد. قصه فاش غتسمعوها غتصدموا بالتفاصيل ديالها. قصه اليوم اخوتي كتضر في الخاطر وكتقطع القلب. يلا شدوا بلايصكم، ديروا الكيت، تقادوا. وتحيه لاي وحده كتوانس بيا على الشقه ديال التماره ديال الدار. وما تنساوش جيم وسبسكرايب باش يبقاو يطلعوا لكم يوميا القصص الحقيقيه والصادمه والحصريه اللي غتسمعوا بصوتي على قناه عندي ما نقولك. واللي باقي ما تابوناش يتابونا. بسم الله نبدا القصه على بركه الله. قصه اليوم سيادنا كيف قلت لكم حقيقيه 100%. من بين شوارع المدينه المغربيه اصيله كانوا واحد الشبان والشابات كيعرفوا بعضياتهم، ومن بينهم كانت واحد البنت سميتها فاتن، خفيفه شويه وكدير علاقات مع كاع الشباب تقريبا اللي كتعرف عليهم. وكان معهم واحد الولد سميتو توفيق، خاتر وداخل سوق راسو وما عندوش مع البنات. ونهار على نهار كبروا دوك الشباب، وكل واحد فيهم فين داتو الحياة، وكل واحد فيهم اللي خدام اللي تزوج اللي هكا اللي هكا. حتى لواحد النهار توفيق وفاتن تلاقاو بالصدفة وبداو كيتفكروا كيحكيو لبعضياتهم على ايام زمان، ايامات المراهقه وكيفاش كبروا، ايامات لافاك وهذا وهذا، كيفاش كان كل واحد كيفاش داير. هكا تجددت العلاقه ديالهم من جديد. بقاو كل مره كيهضروا، كل مره كيدويو وكل هذا. واللي كيبان للتوفيق ان فاتن ما بقاتش ديك البنت الخفيفه والطيشه اللي كان كيعرف. مشات ايام وجات ايام وخرجوا، ما مره ما جوج، ومره كيضحكوا مره كيخرجوا، مره تلاقاو مره هكا هكا هكا، حتى لقاو راسهم في علاقه اللي المده ديالها عام. وبدات فاتن كتزير توفيق باش يتزوج بها بحكم انه خدام مزيان، وحتى حاجه ما كتمنعو من الزواج، قادر يفتح البيت ديالو. لكن توفيق ما كانش مقتنع بالفكره ديال الزواج، وبالاخص انه عارف الماضي ديالها، برغم انه زعما شافت بدلات وداكشي كان خايف على اي لحظه ترجع للماضي ديالها ولا هكا. ولكن هي بمكرها خلات توفيق يتيقها ويحس انها اهل للثقه، وان داكشي اللي كان كيعرف عليها كان غير مجرد ماضي وسالة. وحلفات ليه في القرآن الكريم باش تخليه يزيد يطمئن ويتيقها. لكن رغم هادشي كامل اللي دار بيناتهم، والدين توفيق ما بغاوش هاد الزواج ورفضوه من البدايه وقبل ما يبدا، بحكم انهم تهما كتوصلهم اخبار وعارفين الماضي ديالها كيفاش داير. كان عندهم تخوف كبير انها تلطخ الاسم ديال العائله ديالهم ولا تنجس السمعه ديالهم وديال ولدهم. داكشي علاش كانوا رافضين كل الرفض ان توفيق يتزوج بها. لكن توفيق ما التفتش للراي ديال والديه وقال انا اللي غنعيش معاها حياتي، وانا مرتاح معاها، وانا اللي غنتزوج بها، ما يمكنش ليهم حتى شريكه الحياه ديالي يختاروها لي. وهكا توفيق ما خداش بالراي ديال والديه وما خداش حتى داكشي اللي كان كيعرف عليها، وغمض عينيه وزاد معاها القدام. ولكن هي مع ذلك ما مرتاحاش للرفض اللي رفضوا والديه النهار الاول. واخا انتصرات وتزوجاتو، لكنها دائما كتحس بالرفض ديالهم، وانهم عمرهم ما بغاو يحسبوها وحده من العائله، بل انهم تبراو حتى من ولدهم وما بغاوش يبقى يجي عندهم للدار، ومنعوه انه يدوي معاهم ولا يعرفهم، الى انه يطلقها وقطعوا معاه العلاقه بشكل نهائي، بالاخص بابا. وهي بدات كتفكر شنو هو الحل اللي غادي دير باش يسمحوا ليهم والديه، حيت كتشوف فيه كل نهار كيزيد يتعذب. قررت انها تولد، فقالت غادي نولد في اقرب وقت، هكا غادي نضمن بلاصتي انا في العائله ديالهم، وهكا غادي نزيد نتقرب منهم، وغيكون هاد الوليد اللي غنولدو هو المفتاح ديال داك الدار والمفتاح ديال قلوب والدي. ايوا سيادنا، كانت هذه البدايه باش بدات تقريبا القصه ديال فاتن. يلا غادي تبداو تكتشفوا معايا التفاصيل ديال القصه. ايوا سيادنا، مشات اعوام وجات اعوام وهي كتحاول تولد، والو ما جابش الله. ما خلات وصفات، ما خلات اطباء، ما خلات فقهاء، ما خلات سحارات، والو ما جابش الله. حتى من الاطباء
قالوا ليها باللي راه ما كاين حتى شي مانع ولا شي عائق يخليكم ما تولدوش، الامور ديالكم كلها مزيانه وكل شيء على ما يرام، مساله وقت وصافي. في الوقت اللي غادي يكتب وغادي تولدوا ان شاء الله بحول الله. لكن فاتن كانت ما عندهاش الوقت اللي تزيد تسناه وما قاداش تزيد تصبر، بغات تولد في اقرب وقت ممكن وما بغاتش تسنى حتى يجي الوقت، يجي زعما هادشي مع الوقت. فلقات الحل هو انها ترجع لعلاقاتها القديمه، لعل وعسى تحمل من اي واحد دغيا. وتوفيق طبعا قالت زعما هي ما غادي يعيق والو وغيسحب ليه باللي راه الجنين منه ولدو ومن صلبه. تواصلت بعشيقها القديم اللي كان سميتو علي واللي لقاتو استقر بمدينه طنجة، ولات تقريبا كل نهار من بعد ما كيمشي توفيق للخدمه تقول ليه انا غنمشي نشوف عائلتي بأصيلة نيت، حيت هما ساكنين في أصيلة. بطوموبيلتو كان كيخليها باش ما يخسرش ليها خاطرها ويقلقها، وكيقول زعما راه مقلقه وما عجبهاش الحال حيت باقي ما ولدناش وهذا بلا ما نزيد نكمل عليها ونخسر ليها خاطرها حتى انا. كان كيخليها تمشي. هي شنو كانت كدير؟ كانت كتخليه حتى كيمشي وكتهز الطوموبيل وكتمشي عند علي واللي هو العشيق القديم ديالها وكيعرفوا حتى توفيق. ولات تقريبا كيف قلت لكم كل نهار على هذا الحال. وملي ما جابتش النتيجه وما حملاتش منه حتى هو، بدات كدير علاقات اخرين مع شي وحدين اللي كانوا عندها علاقات بهم من قبل ومع شي وحدين اخرين عشوائيين يلا ولات كتعرفهم مع الوقت. ولات اللي تعرفت عليه كتمشي معاه بلا ما يعيق بها توفيق حتى حاجه. هي كانت كتسنى دائما حتى كيمشي هو الخدمه وهي اللي كتمشي عند الرجاله باش زعما تحمل، وما كتهمهاش طريقه مادام غتربح قلب توفيق من جديد وتربح قلب عائلته. المهم ما بقات كتخلي حتى من واحد السيد اللي خدام مع توفيق راجلها في نفس الخدمه حتى هو ما خلاتوش، ولكن ما كانتش كتقول لهم هي على النيه الخبيثه ديالها وانها غير تحمل منهم. حتى من داك السيد طلبات منه باش يبقى يوصل ليها كل كبيره وصغيره على توفيق في الخدمه، ولا كيعاود ليها كل شيء امتى جا امتى مشى. واكتشفت ان امه من بعد ما منعوا باه يجي للدار وقطع الهضره ديالو معاه، ولات مسكينه هي اللي كتجي لعندو الخدمه باش تشوفو وتعرف اخباره. ياه اخوتي، قلب الام ما كيطاوعهاش واخا ما عرفت شنو يدير، واخا كانت باقا كتقول ليه راه طلقها راها خارجه الطريق. وهنا كانت الصدمه الاولى لتوفيق، ان امه قالت ليه ان مرتك رجعات لعويدها القدام وحيات العلاقات القدام ديالها، لكنه رفض هذا الكلام وما بغاش يدخلو لراسو. وقال مع راسو هذه غير ماما الله يهديها، ملي بنت ليها والو ما بغيتش نطلقها بغات تجيني من هاد الطريق زعما باش انا ما نترددش ونطلقها حيت عارفه هذه هي نقطه الضعف. ولكن ما تسوقش لهذيك الهضره، فحال دخلت ليه من ودن وخرجت ليه من اخرى، لانه كان ثيق فيها ثقه عمياء وعمره ما توقع انها ممكن ترجع لعويدها القدام ولا انها دير شي حاجه بحال هذه. حتى انه عمره ما رد البال حتى الكيلومتراج ديال الطوموبيل سيادي اللي كبر بزاف من نهار ولات كتديبلاص حتى لطنجة وترجع. عمره ما لاحظ ان هاد الكيلومتراج اللي وصلت ليه الطوموبيل كبر من انها تكون كدور بها غير وسط أصيلة فقط. وهاد الهضره اللي دارت بين توفيق وماما كلها سمعها السي قاسم اللي دارت معها علاقه حتى هو وكان كيعاود ليها كل شيء كيف سالاو. كانت الهضره في ودن فاتن نيشان في البلاصه، نزلت عليها هاد الخبار بحال الصاعقه. ولكن مني قال ليها على ردة فعل توفيق البارده حتى هي بردات وارتاحت وكملات في الخيانه ديالها بلا ما يرف ليها جفن ولا يعذبها ضميرها ولا تخاف الله ولا تاخذ هاد الهضره كانها علامه على انها قربت تفرش وتحبس هاد الطريق الحرام اللي غادا فيها. والو. ولكن شحال قدها سيادي كيف كتعرفوا النية وقلة النية عمرهم ما كيتلاقاو، لابد واحد النهار غادي يجي وغادي تعرف كل شيء. في الوقت مسكين اللي كان توفيق كيجتهد وكيزيد يجتهد في خدمته باش يطلع ويولي يتخلص حسن حيت عارف يقدر يجيه مولود في اي لحظه، وهادشي اللي كانوا كيتسناو. كانت كدوزو هي في الفراش ديال الرجال اخرين حتى لواحد النهار وعطاو الخدمه لتوفيق واحد البريم. رجع فرحان للدار عليها، عرض عليها وخرجها وشرى ليها اللي بغات وبقات شي بركه. قرر باش يبيع الطوموبيل ديالو ويزيد عليها ويشري شي وحده اخرى جديده. ايوا سيادي كشي اللي دار صافي لصق فيها افوندر
على امل انها تباع، لكن عرفها زعما غتاخد واحد شويه د الوقت وتقدر تبقى حتى للصيف، حيت غالبا الطوموبيلات حتى للصيف عاد كتحرك شويه القضيه وعاد كيكون عليهم شويه الطلب. لكن فاتن ما حبساتش وكملات كل نهار كتفيق كتخليه حتى كيمشي وكتهز الطوموبيل هي وكتمشي عند علي كيف العاده، وما تسوقاتش حتى لديك افونتر اللي في الطوموبيل وما عطاتها حتى شي اهميه، وما عرفاتش راه النيه كيف قلت لكم وقلب النيه راه ما كيطلقوش، وان الكذوب عمرهم قصير. وما اكتفاتش غير بالخيانه اللي دارت وحبسات في ديك الساعه، لا وقالت بركه انه شاريني وخلى دارهم وقف وجههم على قبلي، وخا باه ديما كيقول ليه راه خارجه الطريق ما تزوجش بيها، طلقها ما طلقش ليك بعد منها، مع ذلك قطع حضرة باه وتزوج بيا. برغ هادشي كامل كملات في خيانتها بدم بارد، ما عرفاتش ان النهايه ديالها قربات. حتى لواحد النهار شي حد جا عند بابا توفيق وقال ليه راه مرات ولدك ها اش كدير ها اش كدير ها اش كدير. واخا السي حمد مسكين كان عارف هادشي، ولكن مني جا انسى واحد السيد قريب ليه وقال لي هاد الهضره، السي حمد مسكين ما بقاش قاد يوقف على رجليه من بعد ما سمع هاد الخبر من عند اقرب الناس ليه، كان صاحب السي البشير كيبرك معاه في القهوه، وولدو اللي قال لي هاد الخبر وشافها ما مره ما جوج مع عالي. مني وصل لي هاد الخبر السي البشير مسكين ما قدرش يخليها عنده، فمني تلاقى مع السي حمد في القهوه قال لي ها اشكين وكون ما كنتيش انت خويا وكتر من خويا وكرامتك من كرامتي وشرفك من شرفي ما نقول لك هاد الهضره. ولكن السي حمد مسكين عرف انه واخا يقولها لتوفيق ما غاديش يطيقو وغيكذبو كيف ما دار مع عمو من قبل، فقرر يجلس ويفكر شويه عليه كيفاش غيحل لولدو عينيه على ديك القذاره ديال مراتو اللي وقف في وجههم كاملين على قبلها، وهو يخلص واحد السيد كان سميتو خالد باش يولي راقبها ويصورها فين ما مشات ومع من ما طلقات، وهي ما جايبه للدنيا خبار، مكمله في التفاهه ديالها مكمله في البساله ديالها. المهم بقى خالد مراقبها تطلقات بشي حد ومشات معاه، ونهار الاخر مع واحد اخر، وهكذا وهكذا وهكذا، وهو صور كل شي داكشي وجمعه وجاب داكشي للسي حمد. السي حمد مسكين مني شاف داك المنظر كرم بلاصتو، ما بقاش قاد يهز عينيه، ما بقاش قاد يفكر ولا يتسيق هذاك الشيء اللي كيشوف على عيني وديك الحاله اللي هي فيها وداك اللباس. واخا كان عارف هذا الشيء وديما كيسمع عليها، ولكن عمره ما شاف هذا المنظر اللي كيضرب بالعرض والكرامه ديال العائله وديال ولده توفيق عرض الحائط. لكن بحكم انه قاطع الهضره مع ولده توفيق ما بغاش يمشي عنده هو ويدوي معاه. قال شنو غندير، صيفط لي دوك تصاور مع عمو المقر الخدمه ديالو فين كتلاقى معاه دائما، ومن الزهر ما كانش سي قاسم داك النهار. دونك هاد الهضره حتما ما غاديش توصل لفاتن. ولكن مسكين السي توفيق ان فوا شاف التصاور مشى منه اللون ورجليه خواو به ورجع السينتا كلها اللور من نهار عرفها وكيفاش كانت وكيفاش ولات وكيفاش عاودوا تلاقاو وكيفاش الامور كيفاش تزوج بيها وكيفاش تاق فيها وكيفاش ما سمعش من والديه وقطع هضرتهم على قبلها. توفيق مسكين ما قدرش يستوعب الصدمه وفقد الوعي ديالو. جات لومبيلونس داروا ليه الاسعافات الاوليه، لكن ما بقاش قاد يهز عينيه لا فمو لا حتى شي حد من بعد ما حطت ليه فاتن وجهه في التراب قدام كاع الناس وهرسات ليه الرجوله ديالو. لكن توفيق طول عمره انسان خاطر وكيعرف يفكر ويتخذ القرارات على مهل بلا ما يتهور. داكشي علاش مشى نيشان بلغ بها عند البوليس، بحكم انه كيعرف واحد الصديق ديالو خدام معاهم، وعطاهم التصاور اللي جابت ليه امو. وصلوا لوكيل الملك وعطى الامر للرئيس المفوضيه باصيله باش يبداو البحث في هذا الامر ويتاكدوا من هاد الخيانه واش فعلا كاينه. واخا توفيق وعائلته متاكدين من هاد الشيء، ولكن بالنسبه للقانون في الفصل 93 على 14 من القانون الجنائي يشرط انه يشد الخائن متلبس ولا على الاقل يعترف بالخيانه ديالو، وهذا الشيء صعيب يوقع. داكشي علاش بزاف الناس كانوا ضحايا الخيانه الزوجيه ما نصفهمش القانون، وغالبا كيكونوا الخائنين كيفلتوا منها كالزغبه من العجينه، واحيانا كاع كيقلبوا مجرى القضيه للصالح ديالهم، بالاخص الا كانوا عيالات كيدخلوا في دوامه ديال العنف والنفقه و ايوا خوتي. توفيق هز ديك الكيه في قلبه، ما عرف لمن يقول، ما عرف لمعاه من يهضر،
ما عرف لمن يشكي ولا يبكي. السيدة اللي كان حاط عليها الراس وتاق فيها ودارها اختو ودارها مرتو ودارها امو وتخلى على عائلته على قبلها وكل شيء، في الاخر رجعات كيف كانت برغم انه تاق فيها. وهي حلفت ليه في القرآن الكريم انها عمرها ما ترجع لداك الشيء اللي كانت كدير وانها تخونه. مشى مسكين وهو كيفكر كيفاش غيقدر يثبت عليها هاد التهمه بلا ما يأذيها بلا ما والو. لكن الله كيشوف وما كيظلم حتى حد. ان الله يمهل ولا يهمل. لا بد غيجي واحد النهار وفاتن غتفرش، وعلاش ما يكونش هذاك النهار؟ وصل. ياه اخوتي وصل. المهم توفيق بقى كيتعامل معها عادي، بزز منه باش ما تحس هي بوالو، تيلقى شي حل كيفاش غادي يفرشها. كيمشي مسكين يخدم هو مهموم عقله طاير ما كاينش معاه، كيفكر غير في هاد الازمه، ويجي عادي تاني حتى الليل. هاد النهار بارك خدام ما عليه ما بيه، كيعيط عليه شي حد في التليفون ما بغاش يجاوب حيت ما عرفش النمره، ما كيجاوبش هو على النوامر اللي ما كيعرفهمش، وما راشقاش ليه يدوي مع حتى شي حد. الظروف اللي عنده وداكشي ما فيهش. لكن المتصل ما ملش، عيط مره وجوج مرات وثلاثه وربعه حتى برزت توفيق بالتعيا. ولكن توفيق كون كان عارف ان هاد المكالمه هي اللي غتوصلو لداكشي اللي كيتمنى وداكشي اللي دارو في راسو ومخليه بلا نعاس، ما كانش غادي يخلي التليفون كيصوني، كان غادي يجاوبو من الدقه الاولى. ايوا خوتي جاوب توفيق، لقى غير واحد السيد باغي يشري الطوموبيل، ما عطاه حتى شي اهتمام، ما عمرش معاه السوق. لكن السيد اللي بغى الطوموبيل كان مهتم جدا وعجباتو الطوموبيل، وقال لتوفيق خرج عندي دابا حلي الطوموبيل نشوفها، وإلا اتفقنا راه نتكاتبوا دابا قبل ما يسدوا المقاطعات، حيت ديك الساعه كانت 3 ديال العشيه قربوا يسدوا. قال لي توفيق صافي واخا. كيصحاب ليه راه شافها غير قدام الدار وخرج من خدمته مسكين وجا عنده، بحكم ان الدار قريبه شويه للخدمه ديالو. ملي جا توفيق كانت الصدمه ثلاثيه الابعاد، ان الطوموبيل ما كايناش قدام الدار. عاود توفيق عيط للسيد قال لي فينك؟ قال لي انا قدام طوموبيلتك في طنجة بشارع فاس. توفيق سكت، ما بقاش قادر يستوعب اش كدير الطوموبيل في طنجة في شارع فاس، حيت توفيق كاين في اصيله، وبرغم انه كيعطيها الطوموبيل عارفه زعما غادي تكون غير كدور غير في اصيله ولا شي حاجه، واخا عارف انها كتخونو قال راه غتكون غير هنا. ما توقعش نهائيا انها كتوصل حتى لطنجة. المهم توفيق اون فوا سمع شارع فاس تفكر عالي عاشق فاتن القديم، حيت هو اللي ساكن تما. في النعت اللي عطاه السيد مشى كيجري عند البوليس باش يعلمهم بهذا الخبر الجديد اللي يخول ليهم انهم يثبتوا الخيانه في حقها. المهم توفيق حيت كيعرف شي حد تما كيف قلت لكم من قبل، داكشي علاش في البلاصه تحركوا معاه البوليس للعنوان اللي عطاه السيد ديال علي، حيت توفيق عارف الدار ديالو، وعيطوا على شي بوليسي من طنجة باش يتسناهم في العنوان المعلوم اللي عطاوه، في حالة ما زعما تعطلوا في الطريق ولا شي حاجة باش يتدخل هو والفريق ديالو. لكن الحمد لله حالفهم الحظ وما تعطلوش بزاف في الطريق، ووصلوا طلعوا نيشان، طلع العميد والضابط ومعاهم توفيق. دق العميد الباب وتوفيق باقي ما متيقش داكشي اللي غادي تشوف عينيه، وقلبه غيخرج من بلاصتو. حل علي الباب لابس غير الكالسون، وتفاجئ مني شاف علي ومعاه البوليس. كرم في بلاصتو وما بقاش فاهم والو، دفعوا العميد ودخل وتبعوه هما. توفيق مسكين مشى نيشان لبيت النعاس. اش غنقول لكم اخوتي، منظر اللي ما تمناه حتى شي واحد، ما تمناهش لراسك، ما تمناهش حتى ليها هي تحط في موقف بحال هذا، ما تمناهش لعدوك. لقى مراتو واللي كانت غتكون اموت ولادو، لقى شريكة حياته، لقى الصديقة ديالو من ايام الطفولة، لقى البنت اللي عطى ظهر لوالديه على قبلها متجردة من الملابس في فراش واحد اخر. هي ملي شافت توفيق ما قدراتش حتى تدافع على راسها، يديها كلهم كيترعشوا وهي كلها كترعد، ما بقاتش عارف اشنو تغطي واشنو تخلي. حاولت تغطي ديك الحالة، طاح ليها الازار على الارض من كثرة ما يديها كيترعد وما متحكماش في راسها. قال ليها العميد تلبس حوايجها وبقاو هما كيتسناوها قدام الباب. توفيق مسكين خرج من ديك الدار ونخسه في قلبه، وما قادرش يتيق داكشي اللي شافت عينيه واللي سمعت ودنيه. ما بقاش عارف فين غيمشي، ما بقاش عارف فين غيصد، ما بقاش عارف
على من يحط الراس. مبقاش قادر يثيق في شي حد، مبقاش قادر يثيق حتى في راسو وفي قراراته وفي اختياراته. ايوا صعيب 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 بزاف. واخا نعياو من زعما نقربوا ولا زعما نوصفوا الاحساس، عمرنا ما نقدروا نحسوا به ولا نوصفوه من غير اللي عاشوه. ايوا سيادنا بقاو كيتسناوها قدام الباب حتى داوها معاهم بتهمة الخيانة الزوجية متلبسة. عمرها ما توقعات ان ممكن ورقة عادية ديال افوندر واللي ما تسوقاتش ليها انها تفرشها وتحصلها عريانة في فراش عشيقة. وهكا سالت قصة اليوم اخوتي. وها علاش اخوتي خاص الواحد يحسن الاختيار من الاول، ولا بان لكم الواحد من الاول فيه شي حاجة وفيه شي عيب ما تغمضوش عينيكم عليه. وديما نوصيكم وصية، تسمعوا الكلام والديكم واخا يبانوا لكم ناس كبار وما كيفهموش وماشي ولاد اليوم وماشي من جيلكم، ولكن هما راه كيحسوا بمصلحتكم مزيان فين كاينه. وعمر شي حد كيف ما كان قد ما كان كيبغيك ما يبغي لك الخير اكثر من والديك. وعمركم تفرطوا فيهم على قبل شي حد، حيت اي حد ممكن يتعوض ولكن الوالدين عمرهم يتعوضوا. توفيق ما بقاش عارف فين غيخبي وجهه من والديه، ما بقاش عارف فين غيخبي وجهه من الناس، ما بقاش عارف فين غيمشي ولا فين غيعيش ولا مع من غادي يهدار ولا فين من غادي يتيق. صافي ظلامت ليه الدنيا في عينيه مسكين. واش غادي يدير؟ وهكا كملات قصتنا. الى عجباتكم ما تنسوش ديروا جيم، قلت لكم وسبسكرايب باش يبقاو يوصلوكم كل نهار قصة حصرية على قناتي عندي ما نقول لك.